سلام اخواتاتي، وش راكم ملاح لاباس؟ انا بخير والحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. انا لهنا راني في اخر تحضيرات شعبان لاستقبال ضيف عزيز علينا اللي هو رمضان. نتمنى يلقاكم الفيديو تاعي هذا بخير. انا اليوم راني في اخر التحضيرات. انا اليوم راح ننظف تنظيف عميق للحمام تاعي. هنايا درت له فورس اكسبريس بعد ما رشيته وخليته شويه. راني هنا نحك فيه في لافابو ونحك نحكو هكا مليح. هذه راهي اخر تحضيرات خواتاتي. انا ننظفوا باش نستقبلوا ضيف عزيز علينا اللي هو رمضان. ان شاء الله خواتاتي كيما راني ننظفوا في بيوتنا وننظفوا في ونوجدوا ان شاء الله ثاني ننظفوا قلوبنا، ننظفوها من الغش، من الكره. نتعلموا نتسامحوا، نتعلموا نتفاهموا ببعضانا. وانا هنايا بعد ما كملت اني هنايا وجدت في الدجاج تاعي. انا هنايا بعد ما نظفت الصباح وكامل مع المساء. هذا الدجاج خدمته ونقيته طبعا وغسلته. هنايا نخبي فيه. تحذفوا لي الفيديوهات الوالا، اللقطات الاولى اللي غسلت فيها الدجاج. هنايا يعني هنايا ندير انا كل مورسو هنايا كويس هكا في ساشي كيما هكا ونخبيه. مرة اخرى نجبد الكمية اللي حبيت نجبدها، نستفهم كامل هنايا وندير في الكونجيلاتور. لازم هكا ننظمو شوية امورنا على الاقل الايام الاولى، نلقاو واش نديرو حتى نوالفو شوية. مع راه جاي في الاختبارات، راهم جايين في الاسبوع الاول. كونوا منظمين وكل حاجة تفوت. رمضان مثل سائر الايام بالنسبة للاشغال. اما بالنسبة للدين والصلاة والطاعة فإنه ليس كمثل الشهور الأخرى. لازم نغتنم كل فرصة فيه. وما تنساوش اخواتاتي حتى العمل تاعنا راه عبادة ونؤجر عليه. إفطار الصائم ربي راه يؤجرنا عليه. نحتسبوا كل عمل نعملوه لأولادنا ولا لأزواجنا ولا نفطروا صائم ولا عندنا حسنة وراه بقيمته ذاك العمل اللي نخدموه. نقولوا زعما غير نتعبوا ماهوش عبادة، حتى هذاك راه عبادة. وربي يوفقنا ويعطينا صحتنا باش نقدروا نقوموا ديارنا ونقوموا ديننا بإذن الله يا رب العالمين. وهنا خواتاتي بعد ما خملت هذاك الدجاج وخبيته، جيت هنا ندير لاصوص طوماط تاع البيتزا هذه. جبت انا هنا كمية من الطماطم نقطعها هكا عشوائي، وندير لها خواتاتي الملح، ندير لها الزيت، الرند، زعيتها وشوية تاع فلفل كحل ونديرها طيب. هذه تنقص علينا الوقت اللي حبينا نديرو لاصوص هذه في البيتزا ولا اي حاجه تستحق هذه لاصوص نلقاوها واجده. انا هنا يعني نقطع كاع الكميه اللي عندي. انا هنا نظن حوالي 3 كيلو، نظن والله 2 كيلو. 2 كيلو نقطعها كامل كيما هكا. وندير لها التوابل تاعها. ندير لها انا ما نتبلهاش بزاف ابار الفلفل الكحل والملح كما قلت لكم، ونعطروها بزعيترها ولا الرند والزيت. كما قلنا خواتاتي يعني حتى العمل تاع المرأة في بيتها تطبخ لأولادها، تعمل في بيتها هذاك يعتبر عبادة وتؤجر المرأة عليه. عمرك ما تقولي بلي يعني نخدم هكذاك برك. هنا انا زدت لها البصل، ما درتش بزاف، درت لها هنا حبة بصل صغيرة فقط، والثوم ثاني حوالي 4 فصوص ثوم. ربي يقدر كل امرأة العمل تاعها في بيتها.
وما تنساوش اخواتاتي طهروا قلوبكم كما طهروا بيوتكم وطهروا اجسامكم طهروا قلوبكم من الحقد ومن الغل من الغش ومن النميمة. لازم كيما ننظفوا بيوتنا ننظفوا قلوبنا ثاني، كيما نحضروا الأكل واش راح نوجدوا، نحضروا ونديروا خطط كيف نقراو القرآن تاعنا، كيف نصلوا. أكيد احنا نصلوا دايما سائر العام ونقراو القرآن في سائر العام، لكن في رمضان يبقى وحده الأجر مضاعف في كل حاجة. نقرأ القرآن الأجر مضاعف، الصلاة الأجر مضاعف. نتمنى كل وحدة منا تبدأ صفحة جديدة. اللي كانت ما تصليش تصلي، اللي كانت ما تقراش القرآن تقرأ، اللي كانت ما تقدرش النوافل الدين، وخاصة خواتاتي قيام الليل يعني عنده أجر كبير. وبالعقل خواتاتي وتمعنوا، ماشي المهم نقرأ قرآن وشحال قريت شحال درت، قريت زوج قريت ثلاثة، شحال ختمت مرة زوج ثلاثة. المهم كيف قريت، هل تمعنت فيه، هل ديت عبرة منه، هل فهمته. يعني هذا هو الأساس، ماشي يعني قريت أنا كانت اللي تقول لك ختمت زوج ختمت ثلاثة وهي مش عارفة كاع واش راها قرات، حتى المعاني تاعو ما تمعنتش فيهم. ان شاء الله خواتاتي، وان شاء الله خواتاتي ادعوا اولادكم وبناتكم باش يصلوا باش يقراوا القرآن، لاننا مسؤولين عليهم يوم القيامة. ما يعليش المهم حتى لازم نهضروا. المهم الانسان يكون ادى الامانة تاعو بكل صدق ومصداقية حتى يهديهم ربي. على بالي الجيل هذا راه صعيب، جيل العولمة وجيل الانترنت، يعني طغات العولمة على كل حاجة. عند الواحد يشد يعني الانترنت والله هكا لي بورطابل هادو والله، ويخلي المصحف تاعو ويخلي القرآن. لكن لازم دايما نقوي ايماننا من جديد. هنا خواتاتي سمحوا لي، هنا بعد ما طابت لنا هذيك لاصوص تاع البيتزا راني رحيتها هنايا. الزيت ما درتهاش من الاول، درتها مع الاخر بعد ما طابتش، خاطش تقعد حمراء احسن مع الاخر. ونسيت اخواتاتي باش نقول لكم، هنا ثاني ضفت ملعقه طماطم مصبره وفلفل العكري، ثاني ضفت حوالي ملعقه صغيره. نخلطوا مليح خواتاتي ونرحوا هذا الطماطم. خواتاتي تلقاوها كيما الحسنه في رمضان للبيتزا او اي اكل يستحق هذه لاصوص. نخلطوها مليح ونعمروها خواتاتي في لي بورت مونجي ونخبوها. كل ما تستحقوا نجبدوا باطا. نتمنى خواتاتي الفيديو تاعي هذا يلقاكم بخير، وما تنساوش خواتاتي الاشتراك والدعم، لاخاطش الاشتراك والدعم والتعليقات راهي ناقصه، وهذا الشيء فشلني ويخليني يعني نقول راني غير نتعب باطل وندير لكم فيديوهات. نتمنى منكم تشجعوني باش نزيد ندير لكم فيديوهات احسن من هذا. عندي بزاف افكار لكن كيما نلقاش هكا الدعم ونلقاش يعني نولي شحال عندي افكار واني ما درتهمش، كانت حابه نديرهم معكم لكن كي نشوف الدعم قليل هكا ما نقدرش ندير. نتمنى خواتاتي تشاركوا وتدعموني وتشجعوني، وان شاء الله بربي نجيب لكم كل خير وكل جديد. انا هنايا بعد طبعا مرحيتها وكامل وبردت، اني نديرها في لي بواط هكا ونديروها في الكونجيلاتور حتى حين الاستعمال. كما قلنا خواتاتي لازم نقوي ايماننا في هذا رمضان. حتى وانتي طيبي استغفري، اقراي الاذكار، نقولوا خصوصا الحوقله، يعني دائما الفم تاعنا يكون عاطر بذكر الله. ماشي شرط حتى نقعدوا حتى باه نقعدوا هكا نقراو، حتى هذيك راها تعتبر عباده. يعني استغلوا وقتكم في كل الاحوال، ماشي شرط قادره حتى وانتي راكي قاعده كش ما ديري والله تحطي هكا وراك تسمعي في القرآن تاعك، راك تديري في الأذكار تاعك. يعني خواتاتي ما تضيقوهاش على روحكم وغير بالعقل. حتى الأشغال ما نخدموا غير يعني في الفطار، حتى رمضان عندنا مرات يكون عندنا الوقت، يعني مرات صح يجي نهار فيه طياب بزاف، مرات تجينا كنا طياب مش بزاف، يعني باقيتنا باريكزومبل الشوربة
نزيدو غير دوزيام بلا ولا حوايج هكا يكونوا باقيين لنا، هذاك الوقت نستغلوه نديرو حوايج اللي راهم يخصونا. يعني الحياة ماهيش راح تتوقف. يعني الاشغال هذه راها دايما، النظافه راها دايما، الغسيل راه دايما. كل ما تلقاو خواتاتي فرصه خدموا شغالاتكم، ما تخلوهمش يتراكموا عليكم. حتى في رمضان، علاه في رمضان ما نش راح نخدموا؟ في رمضان ها نخدموا، ماشي عندنا غير طياب طياب طياب. مرات يكون عندنا يعني فراغ، هذاك الفراغ نمشو كامل، ما نخلوش يتراكم علينا الشغل حتى نقولوا للعيد باه لا لا، كل ما نلقاو فرصه نتجبدوا كوانا نورمال كيما كنا في الفطار. هنا خواتاتي يعني درت انا الصوص تاعي في بوخت مونجي. في الحق هذه انا ما نديرهاش غير في رمضان، يعني كل ما نقضي يكون عندي طماطم كاميه نديرها، نلقاها يعني ماشي غير في رمضان في الحق، يعني للصدق والامانه. اني دوك درتها هكا نخبيها في الكونجيلاتور. في الفيديو القادم لكتب ربي خواتاتي نشارككم بالتوابل اللي شريتهم من رمضان ان شاء الله يا ربي. إلا ما كانش رمضان نشارك معكم آخر تحضير بإذن الله. هنايا أنا كيما قلت راني كملت الطماطم تاعي دوك نخبيها. وخواتاتي ما تنساوش الدعم والاشتراك حتى نتلاقاو في وقت قريب بإذن الله، وفي فيديو جديد وروتين جديد. وما تنساوش خواتاتي الاختبارات تاع الولاد، حاولوا تخدموا شغالاتكم، وتخفوا الفطور، ما ديروش الفطور اللي يديلكم الوقت في رمضان، ديروا الوقت اللي بالخف يطيب لكم ما يديلكمش وقت. وان شاء الله تكملوا اختبارات الوليدات ديروا واش تحبوا هكذا باش يكون شغلكم منظم وما تتعبوش، وتصلوا وتقراوا قرآنكم.